طريقتنا اليوم يا صديقي المتابع حلا المعالي، جايب لكم طريقة جديدة ولذيذة وسهلة وسريعة. هيا بنا نتابع الخطوات. الخطوة الأولى بتجيبوا لكم تاوة، طبعا ما حاطينها على النار، بنجي وبنصب فيها كوب واحد من الحليب السائل، كوب واحد من الحليب السائل. الخطوة الثانية بتجيبوا لكم هذا النوع من البسكوت، كات اللي هو طبعا معروف، هذا اللي داخله شوكولاتة. بتجيبوا لكم كمية منه وبتصفوها داخل اللي هي التاوة بهذا الشكل. طبعا بتغطوا التاوة بالبسكوت هذا، بتغطوها بالكامل. يا سلام، بتصفوه عدل على التاوة بالكامل. ومن عقب ما صفينا البسكوت بتجي يا طويل العمر وبتصب حليب فوق البسكوت، بس شوف بتخلاه بس شويه كذا رشات فوق البسكوت من الحليب. يا سلام، اساس انه يتشربه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بهذا الشكل يا صديقي المتابع. وهتجيبوا لكم كوطي من القشطه. يا سلام، بتضيفوه فوق البسكوت بهذا الشكل، وبتجي يا صديقي المتابع وبتدهن القشطة على البسكوت من فوق. شوف بهذا الشكل بتوزعها فوق البسكوت لين ما تغطيه بالكامل بهذا الشكل. اهم شيء التوزيع العدل، ولو ما كفت وحدة عادي تقدروا تزيدوا قشطة وحدة ثانية. ومن بعد ما دهنت القشطة بجيب لي ربع كوب من الحليب المكثف وبجلس اوزعه بشكل دائري على الصينية. طبعا ما بنكثر من الحليب المكثف، ليش؟ عشان ما يجي طعمها سويت واجد، يعني سكرية واجد. فانا حطيت ربع كوب من الحليب المكثف، بغيت تزيد عادي نو بروبلم، يعني هذا رأيك انت يا صديقي. وفي الاخير بجي وبرش عليها من فوق من اللي هو الفستق المطحون بهذا الشكل يا صديقي المتابع. وزع لي فستق مطحون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وهذا ما باقي الحين الا انه نحطها داخل او فوق النار. وحطيتها على النار، والحين بخليها على نار عالية لين ما تغلي معاي. من تغلي معاي بتكون جاهزة يا صديقي المتابع. وهتجيب مكمشتك وهتسوي كذا هو. يا سلام يا سلام، لو كأني شليت لك معودة. واو، اسميه شيء من النوع القوي. عاد لذاذة ما بعدها لذاذة، لازم تجربوا هذه الطريقة للمعالي. باي باي.